القصة ديالي بدات ملي كنت كنقرا في الليسي وبالضبط في الأولى باك، ماشي الأولى باك هاذيك الجذع المشترك، السانكيام يعني أول عام في الليسي. المهم لالا كنت كنقرا في الجذع المشترك يعني أول عام ليا في الليسي، وكنت فرحانة ومتحمسة بزاف، وواحد المرحلة انتقالية من الإعدادية للليسي أو للثانوية، يعني واحد الفرحة مرحلة مهمة في حياة كل واحد. مهم دخلت متحمسة كنحفظ كنقرا مزيان، الدايره في قرايتي، ما كندير شي حاجه ماشي هي هذيك، ما كنتصاحب ما والو، كنت داخله غير سوق راسي والقرايه الدار دار القرايه مع بعض الاصدقاء وبعض الصديقات، هذاك الشيء ضروري. دازت الدوره الاولى، وصلت الدوره الثانيه، قرينا داز كلشي هو هذاك، نجحنا داز كلشي هو هذاك. وانتم عارفين بلي الجد المشترك او السانكيام كيكون هو أقصر عام في الليسي، يعني كيساليو بكري شهر 5 صافي كنساليو حنا، حيت ما عندنا لا امتحان لا موحد لا والو، ماشي بحال صحاب السيزيام الأولى باك كيبقاو حتى كيدوزو الموحد، صحاب الباك حتى هما كيبقاو حتى كيدوزو الوطني، حنا كنا شهر 5 صافي كنخويو. هي هذيك داز كلشي في أمان الله، قررنا حنا واللجنة ديال القسم زعما نديرو حفلة ديال آخر السنة، بحال داكشي تاع الروض، نجيبوا المينيضة حليوات وداكشي ونحتفلوا ونديروا حفلة آخر السنة وناخدوا صورة تذكارية. وكنا قررنا نديروا الحفلة عند الأستاذ ديال الفرنسية، كان عندنا واحد الأستاذ ديال الفرنسية عزيز علينا بزاف وعنده واحد الهيبة، سبحان الله العظيم. ملي كنكونوا كنقراو في الليسي ولا في الإعدادي كيكونوا بعض الأساتذة عندهم الهيبة وبعض الأساتذة عادي. كاين الأستاذ اللي تدخلي عنده ديري انتصارات تغوتي تقولي ليه عجبك تردي معاه في الهضرة، ولكن كاين شي أساتذة اللي ما تقدريش، كتكون عنده واحد الهيبة ربانية، ما تقدريش تردي عليه الهضرة ولا تجي عنده معطلة ولا شي حاجة. وهكا كان هذا الأستاذ ديال الفرنسية كان سميتو السي عبد القادر، الله يذكرو بخير، ما عرفتوش دابا واش التقاعد ولا واش باقي في الحياة ولا، الله يذكرو بخير لا كان توفى الله يرحمه. المهم هاد السي عبد القادر كان ظريف بزاف وكيقرينا مسكين، داك النوع ديال الاساتذه اللي كيبقى يهضر 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 ويشرح يشرح 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 حتى صافي كيبان لك حلاقمو كينشفو وتيبدا يشرب الماء. كان مسكين كيأدي هذيك الامانه كما يجب، كيحلل رزقه، وكان طويل بزاف عملاق، الا بغى يدخل من الباب خصو يتحنى عاد يدخل من الباب، وشي يدين قلت الخباطات ملي كيبقى يكتب في السبوره كتبان لك يديه مدرقه السبوره كامله. الناس عندهم راحة يد عندهم الكف وهو عنده بني الفيل. هادشي اللي كنقولوا راه عزيز عليا، يعني غير تنشرح لكم وكنحاول نضحككم وصافي، اما هو عزيز عليا بزاف. المهم لالا كان عملاق بزاف وكبير بزاف في الحجم، وكان واحد الصباط كيلبس فيه شي 52، غير السيور ديال الصباط وهداك الخيط باش كيربط داك الصباط ضربتي فيه جوج عجوله. المهم كان عملاق عطاه ربي من الطول والعرض والارتفاع والحجم والمسافه. صافي ملي قررنا نديرو الحفلة قلنا والو مستحيل أبدا نديروها من عند شي حد من غير الأستاذ عبد القادر، هو اللي ظريف وهو اللي يستاهل وهو اللي ضرب معنا تمارة وهو اللي كيقرينا من نيته، لحقاش كاينين بزاف ديال الأساتذة الله يسمح ليهم غير كيجيو كيتنزوا على الوقت وعلى الناس وعلى الدولة وعلى التلامذ وكيربحوا داك الفلوس هكاك باطل وكيمشيو كاينين. ودابا ملي قلت لكم هاد الكلمة بزاف فيكم طاح ليهم شي أستاذ في بالهم ولا شي أستاذة في بالهم اللي ما قراتو ما دارت ليه حتى شي حاجة. إيوا هادو الدراري اتفقوا وكانوا فاهمين كاملين على أننا غادي نديرو الحفلة عنده، يعني غادي نقولوا ليه أستاذ الله يرحم والديك راه بغينا نديرو الحفلة تاع الآخر ديال السنة نهاية السنة، وبغيناك تكون معنا وبغينا نجيبو حليوات ومناضة وداك الشي ونحتفلوا. صافي بقات لينا غير في شكون اللي غادي يلونسي ليه الخبر وشكون اللي غيقولها ليه. كيما قلت لكم هو كانت عنده الهبة بزاف لدرجة إلا غير جيتي معطلة داخلة عنده مع 8 وجيتي مع 8 وقسمين وقلتي لقيتي الناس صافي يدخلوا ولقيتي هو في القسم وبدا الشرح والباب محلول، ما تقدريش تدخلي ولا تدقي عليه ولا تقولي له استاذ ولا صافي مشات على عينيك ضبابة. صافي هي هذيك تجمعنا حنا ثلاثه البنات، انا كنت هذيك الزعيمه زعما ديال القسم اللي كنقدر ندير اي حاجه ونقول اي حاجه ودايره فيها فاهمه وقافزه وزعما قرايديه ديالهم. قلت لهم شوفوا زيدوا معايا جوجات ومشي نهضر معاه. داكشي اللي كان هو اصلا كان في القاعه ديال الاساتذه، ومشينا حنايا، مشيت انايا وجوج بنات معايا، مشينا عنده دقينا في الباب ديال قاعه الاساتذه وقال لنا واحد الاستاذ ياك لاباس، قال لي عافاك بغينا نهضروا مع الاستاذ السي عبد القادر. قال لنا تيخرج قلنا ليه لا دابا ضروري واحد الخبر لا بدا.
انا اللي كنهضر. صافي مشيت دخلت عنده قال لي ياك لاباس؟ قلت له استاذ الله يعطيك الستر، انا واخا كنت زعيمه ولكن كنهضر معاه ورجلي كيترعدوا بحال اللي كنهضر معاه ما عرفتش شكون كاع. هو كان هكا. قلت له استاذ الله يرحم لك الوالدين، راه بغيناك في واحد الحاجه، راه بغينا نديروا الحفله ديال اخر السنه وبغينا نحتفلوا مع شي استاذ وما لقيناش ما احسن منك، نديروها غير هنا في الليسي في القسم ولا في شي قهوه برا ولا اللي عجبك وتكون معنا. عافاك استاذ، راه كاع التلاميذ بغاو، ما تردهاش في وجهنا. هو يبتسم. اول مره في حياتي كنشوفو مبتسم. انا عام وانا كنقرا عنده ما عمرني شفت الضحكه ديالو كي دايره. غيضحك لك الحيط وما يضحكش لك هذاك الاستاذ، صندالتك غضحك لك وما يضحكش لك هذاك الاستاذ. صافي وانا نحس بواحد الاحساس زوين وحسيت بالبطوله والمجد. وخرجنا انا والبنات، قلت لي الله يرحم والديك استاذ شكرا. قال لي صافي المهم حتى ديروا معايا النهار والوقت وهاني معاكم. قال لي بكل شرف بحال هكا، قال لي بكل فخر. صافي خرجت ومشيت انا بحال ديك اللي حرت فلسطين، ومشيت كنجري عند التلاميذ الدراري والبنات ديال القسم. قلت لهم عرفتوا راني قلتها عليه وقنعتو، وفرحوا بيا بزاف وقالوا لي تبارك الله عليك وانتي ناضيه وغادي تولي شي برلمانيه وانت غتمشي بعيد في حياتك وغتولي شي حاجه مهمه بزاف في هاد البلاد ما يمكنش هاد الزعامه اللي كاينه عندك انك قنعتيه، ما يمكنش. الساعه في الاخر ما وليت والو. 4 سنين وانا في لافاك ما عمري ما فاليديت حتى شي حاجه. المهم ما عليناش. صافي هذاك النهار رجعت للدار فرحانه، ما عمري في حياتي رجعت فرحانه لدارنا بهذاك القدر. يعني اكثر نهار فرحت فيه درت هذاك الانجاز، هضرت مع الاستاذ وقنعته، حسيت براسي في البرلمان ديال في الكونغريس ولا ما عرفت. مشيت للدار، دخلت لقيت با وامي خوتي كلشي هو هذاك. با كان جالس لابس واحد الكاسكيطه مكتوبه فيها فاميليا زبده طريه. من النهار عقلت على با هو لابس هذاك الطربوش، كاسكيطه ديال الشركه ديال الزبده، ما عرفت مين ندبر عليها. ملي عاقله على راسي تصاوري القدام، تصاوري ديال العيد، تصاوري ديال عيد ميلادي ملي كان عندي عام، تصاوري ديال الروض، تصاوري ديال عيد العرش، كلشي كيتصور معنا با وامي وداكشي كنتصوروا مجموعين. وبا دائما لابس هذيك الكاسكيطه. حيدي لي واحد العين ولا كلوه وما تحيديش لي هذيك الطربوش اللي مكتوبه فيه فاميليا زبده طريه. ما عرفت فين ندبر عليه، كيحيدو غير لا بغى ينعس، يمشي به للجامع، يمشي به للخدمه، يجي سبحان الله العظيم. كنت كنقول دائما بما انني قنعت الاستاذ نديروا الحفله ونهضر معاه وكذا، نقدر نقنع با شي نهار يتخلى على هذيك الطاقيه تاع الحفريات ويلبس شي طاقيه محترمه، واخا غير شي طربوش احمر مغربي ولا شي طاقيه هكايا ديال الخيط ولا اللي كان، حيد غير هذيك الشوهم فوق راسو غاديك الاشهار. فكرت فيها فعلا، فكرت فيها، قلت مني قنعت ندير هكا، مني زعما قدرت ندير هكا راه نقدر ندير حتى هكا. ما عليناش. دخلت كليت معاهم داكشي قسم الله، بقينا حتى للصباح. وصلت الحصه عاوتاني ديال اللغه الفرنسيه، تقريبا دوك الحصص الاخرين ديال شهر 5 ما بقى حد كيجي، قليل اللي كيجي. صافي عاودت لقيت مع الاستاذ ومشيت. هاد المره لابسه مزيان، مشيت لابسه واحد الكسوه بيضاء وزيف زرق، جيت بحال القرعه ديال جابير، لتحت بيض والفوق زرق. صافي غاديه ومشيت دخلت للقسم ولقيت الدراري كيتسناوني بحال لا كيتسناو شي مبعوث ديال الامم المتحده يحل لهم شي ازمه. صافي قالوا لي اجي غنهضروا مع الاستاذ اليوم، قولي ليه متى بالضبط الحفله كذا كذا، راه بداو التلامذ كيمشيو، راه عادي. انا هي الناطقه الرسميه باسم الحكومه. صافي دخلنا جلسنا، قلت له استاذ الله يعطيك الستر، الا كان ممكن نجبد معك واحد الموضوع قدام التلامذ كلشي كيشوف فيا. قال لي نعم. قلت لي عافاك داكشي اللي قلت لك داك النهار في القاعه الاساتذه، راه بغينا نعرفوا استاذ فوقاش ممكن اننا نديروا الحفله، حيت باش نوجدوا ونصايبوا داكشي. صافي بقى كيتناقش معنا اول مره في التاريخ، يجلس فوق الطاوله وبدا يهضر معنا في شي موضوع من غير القرايه ومن غير لو ديرني جور دان كونداني ولا شنو سميتها ديك اللي كانت عندنا في السانكيام، لو بورجوا جونتيوم ولا شي حاجه بحال هكا. هو غير هذاك الشيء فاش كيهضر غير في القرايه. صافي بدا كيتناقش فوقاش. قررنا اننا نديروا الحفله في القسم. قال لك القسم، حيت قلنا ليه القهوه نديرو في شي قهوه، قال لك لا ما تيبغيش هو داك الجو تاع القهاوي. والقسم قال لك قرينا فيه ودوزنا فيه ذكريات زوينه، احسن بلاصه اننا نحتفلوا فيها. حنا طبعا ما نقدروش نقول ليه لا على شي حاجه، هي هذيك. قررنا السبت الجاي تكون الحفله، وهذاك هو اخر سبت غنقراو فيه ولا غادي نجيو اصلا لليسي. صافي خرجنا ولاو البنات تحولوا واحد التحول، اللي ولات شوميشه، اللي ولات حليمه الفلاليه، واللي ولات
فاتحة الهلالي، سميرة الكلالي، نبيهة الجلالي، يعني كاع البنات ولاو كيعرفوا الحلويات. أنا غندير لك خيب حلوين، أنا غندير حلوة كلاصي، أنا غندير الكيكة. كلشي باغي يصايب الحلويات، كلشي. أنا ما كنتش عارفة كاع بنات قسمي حدقات إلى هذاك الحد. صافي الدراري قال لك حنا غنتكلفوا بالمناضة، يعني ما درناش الفلوس، ما جمعناش الفلوس، جمعنا غير الأشياء. صافي هي هذيك البنات كلهم تقريبا شي 11 ولا 12 كيكة اللي حسبنا، وغيجيبوهم البنات، والدراري غيجيبوا المناضة. قال كل واحد غيجيب جوج يطرو، كل واحد يجيب جوج يطرو، هي هذيك. وصافي وغادي يجيبوا الكيسان الصغار تاع البلاستيك، وانا غادي نتكلف نجيب المعالق والمواس وهكذا. انا زعما هي المنسقه. صافي المهم وحده غادي تصايب لا طاخت ديال الفواكه، وحده غتصايب لا طاخت اللي كيكون فيها الكراميل، وحده داك العجب كامل. المهم في اطار الحلويات. قالوا لي واش غتصايبي شي حاجه تنتيا ديال الماكله ولا غادي تجيبي غير الماعن؟ قلت لهم انا داك الشيء مفاجاه، مفاجاه اللي غادي ندير بمعزتكم ومعزه هذا الاستاذ وهذا الفخر اللي كنحس به وانا غادي ندوز معكم هذه الحفله. غادي ندير داك الشيء مفاجاه، نصايب لكم شي حاجه زوينه. ثقوا فيا. صافي كانوا كيتسناوني نجيب لهم لي ماكارون، ولا نجيب لهم شي حاجه ما عمرهم كاع كلاوها، ولا نجيب لهم شي حاجه ديال الكافيار ولا الله اعلم. انا كل ثقه بالنفس. حددنا النهار، درنا نهار السبت مع الجوج غادي تبدا الحفله. صافي وكنا ما غاديش نديروا لا موسيقى لا والو، يعني غير غنجلسوا بيناتنا وناكلوا حليوه وصافي، ونجمعوا شويه ونشربوا مينيضه وصافي. هادشي زعما ماشي تسمعوا الحفله تسحبوا غادي نديروا الكرنفال ولا موازين ولا. ايوا تفارقنا داك النهار. بعدا بقينا كنهضروا حدا الليسي، كنهضروا من 4 حتى 7 د العشيه، وحنا كنخططوا هذه غادي تجيب وانا غنصايب، وانا غنقول لهادي وانا نصايب ليا امي، وانا ندير لا كريم، وانا ندير الشونتيي، وانا ندير. اللي سمع داك النقاش وشاف هذاك ديك الجماعه اللي دايرين حدا الليسي يقول غادي نطيبوا لسكان قطر. صافي تفارقنا، كل واحد مشى فحالو لدارهم. انا مشيت فرحانه وبقيت كنفكر كنقول شنو غادي ندير. واش نصايب الشفنج، واش نصايب شي حاجه هكا مختلفه، واش نصايب شي حاجه مملحه، واش ندير لهم الدجاج المحمر، اش غندير؟ كلشي داير الحلوه. صافي انا نتشاور مع امي عاوتاني جالسه في الدار هي وبا بديك الكويسكيطه ديالو ديال فاميليا، وبقيت كنشوف ديك الكاسكيطه مرسومه فيها الزبده، وكنقول نصايب شي حاجه بالزبده. شنو نسمن؟ نصايب شي حاجه هكايا. وبقيت كنشوف فيها وساهيه وكنفكر، وهي تقول لي امي علاش ما ديريش لهم القرص؟ قلت لها ويلي امي على القرص ما جاش. قالت لي بالعكس، الناس غيتكهموا بالكيكه وكثرت الحلاوه وكثرت السكاكر، ديري لهم شي حاجه هكا بعدا مفيده وديروا وهكا. وقالت لي غادي ياكلوها وغادي يشبعوا فيها. واش الحلوه واش الكيكه تتشبع؟ ديري الناس ياكلوا شي حاجه ويذكروك بها وتفرحي الناس ويفرح الاستاذ. تنزلت عليا امي دغيا، دوراتني وضحكت عليا، واخا هي مسكينه ما قصداتش، ولكن انا ثقت فيها، راه امي هي المثل الاعلى في المطبخ. قنعتني ودخلت لي مع عظامي وسوست لي بحال الشيطان. قالت لي يا غدير القرص، والقرص كيتقام رخيص، كيلو ديال الدقيق 40 ريال ديال النافع، نص كاس ديال السنيده. غادي دير القرص اللي غادي يغدي لك جميع سكان الدار البيضاء الكبرى. اللهم ديري القرص بعدا رخيص عليك، حسن لك من الكيكه. دير دانون، 2 بيضات، 6 د الخمارات، 10 د هادو، ضيعي الزيت، ضيعي كذا واش غطلع ولا ما غتهبطش، واش تسقى ولا ما تسقاش. قال لي الكيكه فيها العذاب، وفعلا حنا ما تتصدقش لنا الكيكه في الدار. صافي قلت لها امي كلامك هو الكبير، ما غنخسرش لك خاطرك، والصراحه القرص مزيان. قالت لي شحال نتوما؟ قلت لها حنا كاع شي 20، حيت اغلبيه مشاو ما بقاوش كيجيو، حنا 20. المهم قلت لها ديري الكثره، كثري ديري لي شي 60 وحده باش نبان حتى انايا بنت الدار الكبيره، ماشي ندي داكشي ديال الجوع اللي دار يديه يحشم يردها. قالت لي صافي وعليه. قالت لي متى الحفله؟ قلت لها نهار السبت. قالت لك نهار الجمعه راني معاك. نهار الجمعه في العشيه ما كنا كنقراو ما والو، كما قلت لكم القرايه قربات سالي. جبت دقيق ديال الفرص، حيت حنا ما كيكونش عندنا دقيق ديال الفرص في الدار. جبت النافع، جبت هذاك الشيء اللي غيخص باش نصايبوا القرص. ناضت امي حطات واحد البانيو كبير، كنجبدو هذاك غير العيد الكبير اللي بغينا نغسلو فيه الدواره. صافي وهي تكب فيه داك الدقيق وهي كتغربل وكتعجن وكتصايب داك الشيء. وبدات جميع اللاطات ديال الفران ديال الجيران جبناهم، حاطين شي 6 ولا 7 د اللاطات في الكوزينه،
وهي غير تتكركب وتحط وتكركب وتحط وتكركب وتحط وتكركب وتحط، وعمرت ديك الكوزينه بالكراكب. جا با لقى داكشي كيخمر، قال لك باش هادشي عاجني للخيريه. قالت ليه المهم عاجلين للخيريه المقاطعه هذه، قالت لي راه غتصايبوا للدراري ديال الحفله، عندهم الحفله في الثانويه. صافي قال لك با الله يسخر، بديت انا كندير البيض لداك الشيء من الفوق، وكندير الجنجلان البيض والجنجلان. انا غير كندير البيض والجنجلان وعييت غاده ومحمزه في الارض، وكنصايب محمزه في الارض وكنصايب، وداك الشيء كثير الكوزينه كلها تكركبت بحال بيضت فيها عوا. ايوا صافي كملنا داك الشيء، خمرت الدنيا، شعلت امي داك الفران وبقات طيب طيب طيب. قلت امي الله يسمح لي منها قدام داك الفران حتى ولا وجهها مسكينه بحال ما طيشه. ايوا طيبنا عرام ديال القرص وتكركبت الدنيا والريحه عاطيه من الدرب، وداك الشيء زوينه ديك ريحه القرص كتشميها كتفكري المنزل المغربي بحال هكا، العشيه، احياء الشعبيه، كويس ديال اتاي مع داك النافع وداك الشيء. والله العظيم ولا لا، حنا قلنا لها صايبي غير 20 د الاشخاص اللي كاينين. قالت لك انا نصايبوا 3 لواحد هي 60 وحده، حتى صدقنا في شي 300 قرصه ولا 700 ولا 2000 ولا ما عرفتش هذاك العدد. المهم بحال داكشي، عرفتوا داك اللي كيفرق الخبز على مال الحوانت، اللي كيجيب دوك السله الكبار، ديك السله تهز جوج رجاله قد هكاك اللي عجننا عرام تاع القرص. صافي قلت لها المي دابا انا كي غندير ندي هادشي غدا. قالت لي نديروه في شي طبق ولا شي حاجه وعمريه وغطيه بالزيف وديه مزيان، تدي الحاجه كبيره باينه، بعدا تدخلي عليهم بشي حاجه كبيره، ماشي داخله بالكيكه لاصقه مع الطبسيل بحال الا كنموتوا بالجوع. قلت لها صافي بدينا كنجمعوا داك الشيء ونجمعوا في المياكين، نجمعوا في المياكين، نجمعوا في المياكين باش ما يبسش لينا الغدا، لان القرص دغيا تيخسر ودغيا الا بات ما كيبقاش زوين. بقينا داك الشيء كنجمعوه في المياكين حتى عمرنا ديك الركن في الكوزينه. وصل نهار السبت الصباح بكري فقت انايا مع ديك يلاه بان الضوء، كثرت الخلعه والدهشه والمسؤوليه، حس المسؤوليه اللي عندي. فقت بكري فيقت امي قالت لي امي ياك لاباس فايقه هذا الوقت، مالك بغيت تمشي تجني الزعفران راه مازال الحال. قلت لها امي لا خاصني راه المسؤوليه وهذا وهذا وهذا. قالت لي سيري تنعسي. بقيت حتى ديك العشرة عاد فيقتها. صافي قلت لها امي راه عندي الماعن خصني ندي الماس وندي الطبيسيلات دوك اللي عندنا وشحال من حاجه خصني نديها، وندي السرابت وهادي، شوفي مع با الا بغا يديني. قالت لي صافي. هضرت مع با غيديني با بالموطور. قلت ليه بابا الله يعطيك الخير بغيت تديني بالموطور انا والقرص والماعن بلا شابه هذاك الطربوش، راه بزاف طربوش با مكتوبه فيه فاميليا زبده طريه. حشومه عليك با حيدو. با هو يحمر عينيه وخرجوا وتحطوا فوق حنوكو وما هضرش معايا. هبط من الموطور وهو يوقف وقف الموطور بدا كيحط دوك المياكي وداك الشيء كلشي، داك الشيء حطوا ليا في الارض. قلت له با الله يرحم لك الوالدين انا مزوقه فيك هادي. قال لي تقادوا الكتاف وكبرتي وليتي تقولي لي نحيد الطربوش، وليتي ما ترضيش بيا وانتيا، وانا اللي كبرتك وانا اللي درت لك الله يعلم يحشم. صافي انايا وصلها فيا با العظم ما بقى لي غير نحضر ونبوس ليه رجليه. كنطلب عفاك با الله يرحم لك باك الله يدير لك با. نطلب 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 حتى قالت لي خرجت امي قالت لي صافي غير دي البنت ماشي مشكل، راه غير ما رضاتش تمشي معاها قدام صحابها وصحاباتها في الثانويه وشوفوك هذاك طربوش عاقل على المسيره الخضراء وداك الشيء. هاد الشيء علاش البنت ما بغاتكش تمشي معاه بهذاك الطربوش والو با تقنعيه. قلت لك يحيد كلوا ما يحيدش هذيك الكاسكيطه. صافي هي هذيك قالت لي امي علاش غادي تدي هذاك الشيء في المياكي. اجي قالت لك هذاك الشيء في الطبق. بدلنا الخطه، دخلت للدار شديت الطبق هو داك الطبق داير بحال شي طبسيل كبير هو مصايب بالدوم، كنديروا فيه الخبز ولا ما عرفتش كي غنشرح لكم الطبق الصراحه. المهم هو واحد الطبسيل كبير قد البارابور ولكن مصايب غير بالدوم، غير داك النباتات اليابسه. وبدينا نستفو داك القرص حتى درنا واحد برج ديال القرص فوق هذاك الطبق بحال قلتي داك الهرم، داك المدرج هرم خوفو بحال هكا. خصك غير الفراعنه ويجوا السياح يصوروا. صافي ودرنا عليه واحد الميكا، وديك الميكا درنا عليها الزيف وهزيت داك الشيء. قلت ليه با شوف انا غنركب من اللور موراك في الموتور وغنهز هذا انا في يديا. صافي نهزو ونركب صافي. والصاك اللي دايره لك فيه المعالق وداك الشيء راه غنعطيه لك تشدو عندك انت. داك الشيء اللي درنا. مشينا
هرّ بالموطور حتى حطني بواحد الليسي، وأنا يعاوني با تا هزيت داك الطبق حطيتو فوق راسي، وخشى ليا ديك الميكا ولا داك الصاك اللي فيه الماعن في يديا، صافي بقيت هازة داك الطبق قد البارابور فوق راسي، وداك الشي عملاق بزاف وغادية بيه وداخلة بيه الليسي والناس كيشوفوا المدير، والحارس العام جا كيجري والعساس ديال المدرسة قال لي اش داك الشي، قلت ليه هذا راه غير الكورس راه غادية بيه للحفلة. قال لي المدير مالك يا بنتي وكيضحك، قلت له ياك لاباس استاذ، قال لي اش داكشي هزه فوق راسك، قلت ليه غير حليوات صافي. وقال لي واش ندوخو، قلت ليه مرحبا استاذ، هو يدير يديه جبد واحد جوج كرصات وبقاو كيضحكوا. انا ملي بقى كيضحك المدير وداك الراجل اللي كان معاه عاد بدا كيزيد معايا الزايد وبدات كتسري معايا، وبديت كنحس بواحد النقطه ديال العرق هابطه ليا من راسي وهابطه مع ظهري. صافي بقيت داخله مع داك الكولبار ديال الاقسام، وما يبانوا ليا البنات قسمنا وشي دراري جاو بكري حتى هما وكيشوفوا فيا، واه وكيكي واه وكيكي واه وكيكي، اش هزه هادي، واش جايبه اناناس من الخط الاستواء، واش مقديه البنان من البنين، واش جايبه لينا البابايا من الكوت ديفوار، راه زعما ما خلا واش ما قالوا. انا صافي بقاو لي غير الدموع يطيروا مني، عاد سرات معايا وطلعت معايا وكنقول اش كندير انا، اش كندير جايبه القرص للحفله، واش انا جاي المجاعه ولا. صافي بقيت غادي قلت لهم شدوا عليا هادشي، وهزيت داك الطبق هزوا عليا الدراري دخلوه للقسم، لقيت القسم حاطين الناس داكشي كلاص مينيضات عويصيرات، حاطين البنات الكيكات اللي جابوها، اللي دايره الكيكه مزوقاها بالفواكه، اللي دايره الكيكه دايره ليها داك الشوكولات من الفوق، اللي دايره كيكه عاديه فيها الكوك، اللي دايره كيكه كبيره، اللي دايره كيكه صغيره. المهم داكشي زوين انيق. وحداني دارت لي كريب معمرين بالشوكولاط مقطعين، داكشي انيق. وجابوا شي شويه ديال الحلويات وشيبس والمناضه، داكشي زوين. وانا حطوا داك الطبق ديالي ديال الكورس في وسط هذاك الشيء وكيبان عملاق هو كبير قداش، وكيضحكوا الدراري قالوا لي واش نتيا جايه المجاعه، اش كيسحاب ليك، اش هاد الهبال درتي، وتيضحكوا كيضحكوا كيضحكوا كيضحكوا. وانا صافي حبست التعيط، حبست البكيه حتى صافي بقيت طرطقوا عينيا وانا نقول بشاخ، وبقيت كنبكي عليهم هيق 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 هيق، وكيحزروني وحنا غتنضحكوا معاك وكو ما كنتيش نتيا كاع ما غادي نديروا هاد الحفله وكذا وكذا. والبنات كيحزروني وكيضحكوا في نفس الوقت، حيت داك الشيء درت فعلا مضحك. صافي كيقولوا لي راه غتنكديها علينا، راه قربت الوقيته، راه غيجي الاستاذ وبلاصه الحفله غيلقى نكد. صافي بركه جمع علينا خنونتك ودموعك وراه حنا تنضحكوا معاك صاحبتي. وهذه صافي قلت لهم عاد اش غادي ديروا، جيبوا شي طباصل وفرقوا هذا الشيء، ما يبقاش هكا واقف كي الهرم. غيجي الاستاذ غيتخلع يسحبوا شي بنينه شي مستعمره ولا شي حاجه. داكشي اللي داروا جبنا الطباصل فرقنا درنا شي 6 طباصل ديال القرصه باش داكشي يبان صغير. ايوا هي هذيك جا الاستاذ مسكين، فرقنا دوك الحلاوي بقينا تنضحكوا، الناس ناشطين وكيضحكوا، الاستاذ كيضحك، شي يشرب المناضه، شي ياكل الحلوى، شي ياكل شيبس، شي يقطع الكيكه، وانا غير مخشيه في بعضياتي ومعقوده على راسي وكنشوف داك القرص وكنكره راسي، ما قدرتش انني ندمج بالفرحه. والاستاذ دا كيضحك وقال لهم هادشي درتو زوين، شكون اللي صايب القرص محد، وقال لهم شكون اللي صايب القرص، وهما يطيروا ليا دموعي نيشان من عيني الارض، ما هبطوش كاع على حنوكي. صافي عاودوا ليه القصه، قالوا ليه راه جابتو فلانه، راه كذا راه كذا. وبقيت كنبكي انا حيت تحرجت، وقال لي لا بالعكس انا عجبني بزاف، جمعيه ليا نديه معايا. عاد رد ليا مسكين الاعتبار. ايوا هي هذيك لينا داكشي اللي قسم الله شاط الخير. جاو شي وحدين اخرين كانوا قاريين كلاو معنا داكشي. المهم داك الكورس ما شاط فيه حتى شي وحده، اللي كلا اللي داو. هذه هي القصه ديالي. ورجعت للدار، وكنقول الحمد لله لاخر السنه الدراسيه. يعني كون كانت الاول ديال السنه الدراسيه ودات هذيك الشوهه كنت غنبقى يتنمر عليا العام كامل، ولكن الحمد لله بعدا هذيك 3 شهور ديال العطله غتنسيهم شويه. وهي هذيك كملت السيزيام وكملت الباك في نفس الليسي، ومعروفه القصه ديالتي واش انت هي مولات القرص، واش انت درتي القرص. الا تغيبت ومشيت نجيب الورقه عند الحارس العام كيقول لي مولات القرص انت اللي جبتي لنا القرص، وكيعطيني الورقه ديال الغياب بكل سرور وفرح. هذه هي القصه ديالي، كنتمنى تكون عجباتكم وضحكتوا شويه، وشكرا لكم بزاف على الاستماع، وتحيه للناس اللي عقلوا عليا واللي تعرفوا عليا، والله يعاونكم.